استقبل رئيس الحكومة علي العريض مساء اليوم وفدا عن الحزب الجمهوري بقصر الحكومة بالقصبة. تم خلال هذا اللقاء طرح أهم المشاغل التي تمس التونسيين، فحسب ما صرحت ما يجري بالأمين العام للحزب الجمهوري. وراح يطرحنا القضايا اللي تشغل بال التوانسة، الإرهاب واقع في الشعب، شنو حجم الأخطار وش لازمنا نعمل. احنا كفاعلين سياسيين في حاجة إلى معلومات، والتوانسة في حاجة إلى إجراءات. طرحنا موضوع العنف السياسي، رابطات حماية الثورة وكل أشكال العنف السياسي. صحيح أن هناك حالة من التهدئة، ولكن ما طالما لم نتخذ إجراءات حقيقية لقطع مع هذا الشكل أو الأشكال المختلفة من العنف السياسي ما نجموش نقدمه. طرحنا أيضا قضية الشهيد شكري بلعيد، وين وصلت وقتاش باش توصل وشنو مجراها. وأيضا تداولنا في موضوع المرحلة الانتقالية برمتها وضرورة اختصارها وضرورة إيجاد توافقات جديدة. وأعربت الجريبي على التفاعل في اللقاء مع رئيس الحكومة، مؤكدة على تفهم العريض، آملة وجود توافقات وترجمة عملية للتفهم بهدف تكريس النزاهة والشفافية في مستوى المناصب العمومية. أقر رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض في اختتامه الملتقى حول دعم الشفافية والنزاهة في الحوكمة العمومية أنه تم أمس تقديم تقرير التقييم النهائي للوضع الحالي لمنظومة التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح بالنسبة للإطارات المشرفة على تسيير الدولة. كان هذا التقرير مصحوبا بتوصيات سيتم استغلالها في صياغة مشروع قانون التصريح بالمكاسب غير المشروعة وحماية المبلغين والشهود عن الفساد والعاملين فيه. وحول هذا التقرير صرح وزير الحوكمة عبد الرحمن لدغ. تقريبا تو عام لمسح النزاهة داخل القطاع العمومي والقطاع الخاص. المشروع هذا انتهى واليوم التقرير النهائي في بعض من التوصيات، وشاف لي هو في نقاط القوة ونقاط الضعف الهيكلية والقانونية والإدارية داخل المنظومة التونسية، وكذلك القطاعات اللي فيها أكثر فساد أو يعني موظفة أو عندها إمكانية فساد أكثر من غيرها. وأكد العريض أن الحوكمة العمومية السليمة لا يمكن تحقيقها في غياب آليات تضمن النزاهة وترسي الشفافية، بما يمكن من بناء الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها من المواطنين والأجانب. ومن جهته وزير المالية الياس الفخفاخ أقر تركيز الوزارة على أعداد الميزانية ومراقبة كيفية استعمالها بالشفافية التامة ومراجعة شاملة للجباية لضمان الثقة بين المواطن والدولة. الهدف اللي نعمله فيه الكل هو إعادة ثقة المواطن في الدولة وثقة المواطن في التصرف في المال العام، وهذا اللي قامت من أجل الثورة. مش هذا برك، هذا جزء كبير اللي هو انعدام الثقة واللي هو الفساد. ونهار اللي نرجعوا نحسوا، لأنه في الآخر هي إحساس اللي المواطن كي نسألوه في أي جهة في تونس ولا في أي موكب كان يقول أنا عندي ثقة في التصرف يكون ربح. أشار الأمين العام المساعد لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ريتشارد بوشير أن تونس هي البلد الإفريقي الوحيد الذي وقع على الاتفاقية المتعلقة بالحوكمة الرشيدة. أكد السيد حاتم شلغوم عضو هيئة الدفاع عن موقف أحداث تطاوين 18 أكتوبر 12 و2000 أن المرحوم لطفي نقذ لم يقتل، مؤكدا أن الإصابات التي تعرض لها لطفي نقذ كاتب عام لنداء تونس لا يمكن أن تؤدي إلى الوفاة. أقسم أن المرحوم لطفي نقذ لو يرجع للحياة لشهد لصالح الموقوفين أنهم لا علاقة لهم بالوفاة. هذا شخص تعرض إلى جلطتين يعني قلبيتين، انفراكتيس كاردياك، وملفه الطبي موجود في مستشفى تطاوين، وهذه هي المرة الثالثة. حالة تشنج فعلا، هذه معناها مسائل معلومة في الطب وطب القلب خاصة. الجسد المتوفى يعني نظيف من ناحية الصدر، من ناحية الرأس، من ناحية يعني خدش بسيط في الركبة وخدش صغير يمكن على الوجنة، وهذه الخدوش نفترض أنها ناتجة عن الاعتداء. هل هذه كافية للوفاة؟ لا أعتقد ذلك، والأطباء وكلهم يعلمون أن هذه المسألة ليست إلا
تدبيرا سيئا من خلال اختبار طبي غير مشهود به. وفي هذا السياق اتهمت أخت المتهم سعيد الشبلي أن حركة نداء تونس وظفت وفاة لطفي نقض توظيفا سياسيا واعتبرتها ورقة انتخابية رابحة. أن مصلحة نداء تونس أن يبقى هؤلاء في السجن، لأن هؤلاء معناها ورقة انتخابية بالنسبة لنداء تونس. هي ورقة انتخابية لإضعاف قوى معينة ولبروز نداء تونس كحزب من قدم الشهداء متمثلين في لطفي نقض معناها، وكحزب معناها يسعى إلى أن يدخل إلى أبواب التوانسة، من هو تجمع يسعى إلى دخول قلوب وباب أبواب ديار التونسيين بالمسكنة، باعتبار أنه حزب يمارس ضده العنف. ووصفت نجاة الشبلي بعض وسائل الإعلام على غرار التلفزة الوطنية بالتعتيم الإعلامي، معتبرة أنهم يسمعون ويقدمون من اتجاه واحد في جريمة تضافرت فيها الجهود وكان السياسي هو المدبر على حسب تعبيرها. وطالبت هيئة الدفاع عن موقف أحداث 18 أكتوبر 12 و2000 التي عرفت بقضية تطاوين بتعهد القضاء بالنظر بسرعة أكبر في هذا الملف باستقلالية وتكريس للعدالة، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم تحت شعار رفعا للمظلمة وإنارة للرأي العام. 500 فرصة انتداب مباشر للمشاركين في اللقاء الثالث للمعطلين عن العمل للاتحاد التونسي للشغالين الشبان المعقد اليوم تحت شعار تبعني تختم. صرح الأمين العام للاتحاد التونسي للشغالين الشبان أنه هناك انتدابات أخرى ببعض من ولايات الجمهورية، وهي مبادرة للبحث عن حلول جذرية لمشكل البطالة. واليوم وصلنا معناتها تم 500 موطن شغل في وزارة هذايا عن طريق طبعا مجموعة شركات السيد رجل الأعمال بتاع الناظر، أيضا في السويسي أكثر من 200 عام باش يقع انتداب مباشرة منهم 30 إطار وصولين يبقاو عوان في انتظار الأرض في القصرين هذايا على كيما مجموعة نفس الشركة مجموعة تاع الناظر كيما قلت إن شاء الله تتساوى الوضعية بتاعهم باش يخدموا زادهم 1000 موطن شغل، وكذلك نفس الشيء لجابس باش يلقاو إن شاء الله زادهم بيدهم الحل. وبين مستشار وزير التنمية أن الوزارة تسعى إلى إحداث مشاريع تنموية في 90 معتمدية حسب الأولوية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تقر جملة من التسهيلات والحوافز لفائدة الشبان المحدثين لمشاريع خاصة. التدخل بتاع وزارة التنمية يهم 90 معتمدين، لأنه ده مشروع خصوصي يسموه احنا التنمية المندمجة كمرحلة أولى، معناتها مش يهم 90 معتمدين في جهة بعض مشاريع الشهرة. قلت لكم في إطار هذه المشاريع تتصل برئيس المشروع نسموه احنا باللغة العربية PDE بروجي ديفلوبمون انتجري في كل معتمدية، يعني المعروفين هذوما وزارة التنمية ليش ما تدخل حتى السيت تعرفوهم المعتمديات، تقولوا يا ولي أنا صاحب شهادة وعندي فكرة مشروع تعرضوا عليه يدرسوه هما في اللجنة، إذا كان يقع تبنيه من رئيس المشروع والفريق اللي معاه يمشي هو يقدمه للامتياز باسمك، يعاونك يحفظك يتابع، تكون نوع من الجرانتي وبالتالي تستفيد من بعض المشروع هذا. واحتج بعض الشبان المعطلين عن العمل عن عدم الوضوح في هذه الانتدابات المعروفة وعلى كيفية الانتداب ومقاييسه. نظم اليوم المرصد التونسي لاستقلال القضاء الملتقى الأول للمهن القانونية والقضائية تحت شعار المهن القضائية دعامة لاستقلال القضاء بمشاركة عدد من الفاعلين في المجال القانوني والقضائي. خلال هذا الملتقى شدد عمر الوسلاتي عضو الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء المكلف بالمساعدة القانونية إدماج المهنة القانونية والقضائية في المرصد الوطني للقضاء والبحث عن أرضية مشتركة بين المهن من أجل النهوض بالقضاء وتكريس استقلاليته. أن أبرزت الإطار القانوني اللي تشتغل فيه هيئة المساعدة القانونية، وهذا الإطار يسمح للمهن أن تتواجد بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء وأن تتحصل أيضا على يعني الانخراط بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء وأن تشتغل من أجل تطوير مهنها أولا، ثم من أجل تقديم المساعدة للمتضررين وأيضا للمواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدة.
النقطة الأخرى أن المهن ما تكونش يعني أنها تتعرف على بقية المهن الأخرى، وأنها تبحث عن أرضية مشتركة للتعاون بين مختلف المهن. والهدف الثالث هو القطع مع قطاعية المهن والتفكير الفردي والأنانية إلى بناء أسرة قضائية متآلفة ومتوحدة من أجل النهوض بالقضاء. وأوضح رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء أحمد الرحموني أن القضاة والمحامين يشتركون من حيث السلوك في عدد من الصفات المطلوبة من أصحاب الوظائف القضائية التي تخول إضفاء المصداقية على النظام القضائي. كما أكد على أهمية اللقاء الذي يعتبر الأول في تاريخ القضاء التونسي يجمع بين مهن مشتركة في القواعد الأخلاقية والتنظيمية والقانونية، مشيرا إلى أهمية تكريس الرقابة على المهن القانونية لتطوير المؤسسة القضائية. صادقت تونس اليوم في الجلسة العامة على معاهدة صداقة وتعاون مع تركيا طبقا لبند الصيغة الإنسانية الوارد في النظام الداخلي. أما في جلسة المساءلة فقد طرح السيد طارق بوعزيد تساؤلات حول إمكانية إنشاء مركز أمازيغي يهدف إلى التعريف بثقافتنا الوطنية ويعرف بالتراث الأمازيغي. كذلك طرح السيد صالح شعيب تساؤلات تطرق خلالها إلى ضوابط الترشح للانتدابات في الوظائف العمومية، وأكد أن التشغيل في الحكومة الحالية لا يعتمد على أساليب شفافة.